حكايات كتير بتتكلم عن الحما واللي بيجرى من الحما. ومن أغرب الحكايات اللي اتقالت عن الحما حكاية الراجل اللي باع حماته. واحنا طبعا سمعنا كتير عن اللي باع القطر واللي باع الترماي، لكن ما حد سمع أبدا عن اللي باع حماته. والحكاية حكاية قديمة قالها الجدود من زمان، وزمان في سالف العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان فيه راجل نجار عايش مع مراته في شقار ونقار، وكانت حماته ساكنة وياهم وشغلتها تقيد شرار. وغلب النجار يشتكي الكل من كان، لكن يشتكي لمين ومين يجيره من حماته؟ مالك شايل الهم وحاطط ايدك على خدك؟ حاول ايه وعيد ايه؟ الله، لسه حماتك منكده عليك عيشتك؟ مش عارف يا اخي، نكونش مولودين في قروس بعض وما احناش عارفين. طب بقول لك ايه، ما تجوزها. ما هي متجوزه راجل ولا كل الرجاله، شيال في وسط السوق وراجل كمان كسيب. الله، امال مالها؟ لا حد قادر عليها ولا حد قادر يقصر لسانها. تكونش بتزعل بنتها؟ هو انا اقدر؟ طب وهي عايزه ايه غير ان بنتها ترتاح؟ ما تعرفش بتكرهني ليه وقرشه ملحتي ليه؟ يمكن عملت حاجه معقداها منك. كل اللي عملته ان فيا شبه من جوزها الاولاني. جوز حماتك كانت متجوزه راجل يديني شبه، وراها النجوم في عز الظهر. حلو. قعدت معاه سنتين، طلع على جتتها البلا. طب وراح فين؟ مات وسابها عزبه، لا عيل ولا تيل. فضلت متعقده من الرجاله لحد ما تقدم لها حمايه واتجوزته وخلفت منه مراتي. ولاجل حظي اللي زي وشي طلعت انا شبه المرحوم. عشان كده مش طايقاك ومكرهاني في بيتي وفي ولادي. اعوذ بالله. طب قوم يا جعفر يا نجار. هروح فين؟ تعالى بينا نسهر سوا ونفرفش. ولما اتاخر وتبقى وقعتي زي وشي. فرفش يا جدع فرفش، دي ساعة الحظ ما تتعوضش. قوم. السلامة يا جعفر. حماتي، كنت فين يا راجل لحد الساعة دي؟ قول. وبعدين بقى؟ والنبي ما رديت ونطقته بالحقيقة بحت، لا اشتكيك للوالي واقول له يا والي بخت بنتي اللي مال مين يعدله تاني. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ميلة بختك يا بنتي، جوزوك المن يشبه المرحوم. المرحوم تاني؟ كانوا سنتين عدوا من عمري كأنهم 100. كانت مناخيره اللي زي مناخير البومة هي اللي غيظاني وفلقاني. يوم ربنا يوعد بنتي بابو مناخير منقار البوم. وانا مالي ومال مناخير المرحوم؟ ما هي تشبه مناخيره يا ابو مناخير وشها منح. انت دلوقتي بتتخانقي معايا ولا بتتخانقي مع مناخيري؟ كان يوم اخبر يوم ما جوزوه بنتي، كان يوم ماله الشمس، يوم ما قالوا جعفر النجار طالب ايد ست الحسن والجمال دلال. بقى بنت الحسب والاصول تتجوز ابو بوز يقطع الخميره من البيت. طب فضيها سيره يا حماتي واجلي الباقي للصبح. جاي وايدك فاضيه يا جعفر؟ امال حملها بايه وطول النهار في الدكان محدش قال لي خد درهم؟ هتخش على بنتي السعادي بايد ورا وايد قدام، ولما تتخض شعرها يبيض اقول للناس ايه؟ جوزتها الكحيان ابو دكان، جواها وخلى عيشتها جنان. يا ناس ياهو، الحقوني من حماتي واللي بيجرالي من حماتي. انت راجل، انت ما تقول حاجه بدل ما انت قاعد تتفرج. انت مش جوزها؟ الله، طبعا جوزها. ومش حماية ابو مراتي؟ طبعا حماك. طب ما تقول لمراتك كلمه. عيب يا حنان. اسكت انت واكفي على الخبر مجور واتله انت راخر وياك اسمع لك صوت. بالذمه اللي سماكي حنان يا حماتي مش مكسوف من نفسه؟ حنان؟ حد يسمي نار جهنم حنان؟ حد يسمي الموت الازلي حنان؟
ومرت الأيام وجعفر النجار مع حماته على ده الحال، لا طايقاله كلمة ولا هو طايق يكلمها. كل ما تلمحه تفتكر المرحوم جوزها الأولاني كان مطلع على جتتها البلا. تلمح جعفر جوز بنتها تفتكر اللي راح واللي كان، تركبها عفاريت الدنيا تنكد على البعيد عيشته. واحتار جعفر مع حماته يخلص منها ازاي. وفي يوم قعد جعفر في حانة من الحانات يتفرج على رقص الجواري ويسمع المغنى. قعد في ريحه راجل على وشه السماح كله، ودار ما بينهم حوار. جعفر النجار. تشرفنا يا سيد جعفر يا نجار. وحضرتك سالم الزيات. ومهنتك يا سيد سالم زيات ولا ده نقبك؟ مهنتي زيات، بتاجر في الزيت، احمله من اخر الدنيا وبيعه في الاسواق. وفين دكانتك يا سيد سالم يا زيات؟ تعرف سوق الزياتين؟ وحد ما يعرفش سوق الزياتين؟ اسأل هناك على دكانة سالم الزيات وألف من يدلك. لكن مالك يا سيد سالم؟ مالي ازاي يا سيد جعفر يا نجار؟ من ساعة ما دخلت الحان وانت قاعد يا مسكين ايدك على خدك. ايه ومين في الزمن ده مرتاح يا سيد جعفر؟ وانت ايه اللي تعبك وانت تاجر وربنا كرمك؟ الفلوس مش كل حاجة يا سيد جعفر. امال ايه اللي محزنك ومخليك شايل هم الدنيا على راسك؟ حماتي. انت كمان حماتك مزعلاك؟ حمات الله يرحمها ويبشبش الطوبة اللي تحت دماغها أثرت بيا وراحت وسابتني. نعم، راحت وسابتك؟ ازاي يعني؟ سرقت فلوسك ولا عملت فيك ايه؟ الله، وبعدين بقى قول ما الحيطان هي كمان مجرحة. ده انا شايف الويل من حمات ام مراتي. انا قلت لك ان حماتي كانت مورياني الويل. امال ايه اللي مزعلك منها؟ مزعلني فراقها عني يا نجار. فراقها؟ مزعلك فراقها عنك؟ لا حلوة. كانت عندي حما تتحط على الجرح يطيب. نعم يا اخويا. حنان الدنيا فيها وكرم الدنيا في ايديها، تهنني وتحنني وتكره اللي زعلني. لا لا لا، ده لازم حلم. علم وحياتك ما كانش حلم. وايه كمان؟ كانت تكره يوم تشوفني غضبان وتزعل بنتها لو رأيتني في يوم زعلان. وهي فين حماتك دي؟ ماتت؟ وايه اللي موتها؟ خدها عزرائيل عشان يحرمني من الحما، وعايز زي ما انت شايف كده وحيد مقطوع من شجرة، مقطوع من الحما. وزعلان يا اخويا ان مالكش حما؟ زعلان انها ماتت؟ ما انا مش طايق البيت من بعدها. لا عاد حد بيدلعني ولا يحن عليا ولا يغذيني من يوم فراقك يا حماتي. وانا هم الدنيا راكبني. طب ساد يا اخويا، ساد. وبعدين بقى في الليلة النكد دي اشرب يا عم سالم، اشرب اربع عشان تنسى، وانا كمان هربع عشان انسى. خدوا سهرتهم الاتنين، شربوا وسمعوا وهيصوا وتقلوا العيار، وكل واحد في سوقه. واحد زعلان ان حماته توكلت، والتاني زعلان انها لسه مقبدة. وفي اخر الليل مشيوا في الشارع يغنوا ويهيصوا، وبعدين روحوا وتوعدوا يتقابلوا في تاني يوم.
القنينة واقعد لاعبني واكسرها على دماغي اللي في بالي وريحني. جيت يا اللي يا ريتك ما جيت. مين؟ جاي اخر الليل بتتطوح ولك عين تخش على بنتي كده وانت بتغني وبتتطوح. هعمل ايه؟ من كتر غلبي بدور على الهنا مش لاقيه. واللي انت فيه ده ايه يا شبه المرحوم؟ تاني بنتي مهنياك ومعيشاك احسن عيشه. بنتك لكن ام بنتك هي اللي مزهقاني في عيشتي. تقصدني بالكلام ده يا جعفر؟ هو انا اقدر؟ حد يقدر يزعل القمر؟ يزعل؟ ابعد ايدك. بطبطب عليك يا حماد. طبطب عليك عزرائيل روح. وقفت سوق البنات من يوم ما اتجوزت اختهم. أنا؟ بوشك النحس يا شبه المرحوم. انت طفشت العرسان، ميلت بخت الكبيره ورصدت التانيين، كل ده بمناخيرك اللي طول قلع المركب. الله، هو انت كل ليله تقولي لي مناخيرك؟ لا لا، ده انا اللي يتريق على مناخيري. كمل. ده انا تعبان تعب. نمت؟ اكلمك يا عديم الكلام تنام قدامي وتشخر؟ والنبي ما خليك تتهنى على نومه. جعفر جعفر يا شبه المرحوم، قوم وكلمني. اتجمعوا الاتنين، جعفر النجار وسالم الزيات، وبعد ما دار بينهم الشراب قعدوا يضحكوا. لموا عليهم زباين الحان، رقصوا وغنوا، وتو ما طلعوا الشارع كل واحد افتكر بلواه. مش عاوز اروح. ومن سمعك؟ كنت بروح تفتح لي الباب وبضحكتها الحلوة تقابلني، وانا لما بروح تفتح لي الباب وبشواكشها تعورني، تقول لي الحمد لله على سلامتك يا سالم يا جوز بنتي، احضر لك العشاء. وانا كمان تقول لي جيت يا زعر احضر لك الكفن. تعشيني وتصبرني وتوصيني على ولادي وعلى بيتي وتدعي لي. وديها ماتت. ما هي لو تموت هرتاح يا هو. حماتي 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 يا مفرقين الحبايب، خدتوا حماتي ليه؟ لو كان بإيدي يا ناس كنت أمنع المكتوب. يا عم يلي بلا حما تعالى خد حماتي. غني غني يا سالم، ده المغنى ترد الروح. غني يا عم يلي بلا حما تعالى وانا اجيب لك بدل الحما 2. يا ريت. بتقول ايه يا سالم؟ بقول يا ريت، لكن يا ريت عمرها ما كانت بتعمر بيت. انت مش قلت يا ريت من شويه؟ وهتفيد بايه يا ريت؟ يعني صحيح ايه يا جعفر؟ يعني صحيح عايز حما؟ مش بايدي. مش بايدك ازاي؟ وهلاقي فين اللي انا عاوزه؟ للدرجه دي غياب حماتك مأزمك؟ كل اصحابي لهم حموات، انا بس اللي محروم من الحما. عندك بدر الدين تاجر العطارة عنده حما، كل ما يزورها تذبح له كل اللي في البيت. وصالح تاجر القماش كل يوم والتاني حماته تبعت له المكتف والمخمر والمشمر، وانا
يا وكستي من بعدك يا ام الهنا يا وكستي. طب ايه رأيك لو ادي لك حماتي؟ نعم. خد حماتي اعملها حماتك، بدل ما انت زعلان وقهران انك عايش بدون حما. ما عنديش مانع. تدفع فيها كام؟ هتبيعها لي؟ امال ههديك هدية زي دي ببلاش؟ ماشي، قدرها وتمنها وانا ادفع واشيل. طب وهقدر تمنها ازاي؟ نوزنها ونشوفها تطلع كام رطل. انا ما افهمش في الموازين لكن افهم في الكيل. من حق، ده انت بياع زيت. طب اللي زي دي نكيلها ازاي؟ شوف يا جعفر يا نجار، انا اشتري منك اللتر بدنارين. باللتر ازاي يعني؟ بلاش، اشتريها منك بالصفيحة بأي كيل يعجبك. طب اقعد هنا على المصطبة دي ونفكر سوا نكيلها ازاي. حبيبتي روح قلبي، هاتي بوسه. بستك عقربة يا بعيد يا شبه المرحوم، إلهي ما توعى. ايه الحلاوة دي؟ عليا اليمين ولا بنت السلطان. أشوف وشك يا جعفر أتنكد، وانا اشوف وشك السمح قلبي ينشرح. أسمع كلامك يا جعفر جتتي تتلبش. اسمع كلامك يا ست الستات جتتي تنعنش. انت عاوز ايه؟ عايز اتملى بنور طلعتك. وانا عاوزه ربنا ياخدك عشان ارتاح منك ومن شكلك اللي بيفكرني باللازمات. قولي لي يا ام لسان زي السكر. نعم يا ابو اللسان علجم. تحب الفلوس قد ايه؟ وهو اللي زيك يعرف طريق الفلوس منين يا كحيان انت؟ بصي يا اختي، ايه دول؟ دنانير دول ولا انا مش شايفه يا ولاد؟ دنانير يا حماتي، ولو نفذتي اللي بقولك عليه هديكي 5 دنانير. عاوز ايه؟ قول. شايفه البرميل اللي هناك ده يا ست الستات؟ شايفه يا جوز بنتي يا امير الامراء. امليه ميه وخدي لك 5 دنانير. بس كده؟ طب ده انا املاه لطبة عينه، بس عبضني الاول يا اخويا. ملت الولية البرميل على الآخر، وبعد ما اتملى قبضت من جعفر الدنانير وبصت له بعين وفكرها ان جعفر بقى مجنون. برق لها جعفر وقرب منها وفي ايده دنانير 5 تانيين بيشاور بيهم من بعيد. دول ايه دول كمان؟ دول 5 دنانير تانيين. مليت البرميل يا بطة؟ مليته يا ابو لسان عسل والوش بدر منور. طب تاخدي دول كمان ويبقى وصلك 10 دنانير. ورحمة اللي راحوا طول عمري اقول جعفر ما فيش غيره، وشه السمع، بسمته اللي ترد الروح، بتفكرني بالغليل كده اهو. طب هديكي 5 دنانير وخشي جوه البرميل. بتقول ايه يا جعفر؟ اغطسي في البرميل. انت عاوز تموتني؟ وهو ده معقول يا حماتي؟ امال عاوز ليه تغطسني؟ عاوز اكيل الميه اللي في البرميل. قلت ايه؟ طب هات الدنانير كده وريني. اهم، وعليهم دينارين من عندي يبقوا 7. كده اغطس يا اخويا في البرميل، ما اغطسش ليه؟ اهو. ادخل يا سالم، ادخل عشان تشوف الخيل. دماغها لسه بره البرميل وده هيأثر في الحساب. يبقى نغطسها كده اهو عشان الكيل يبقى بحق الحقيقي. يا لهوي، سيب دماغي هتغرقني. الحقني يا 70 برمبة. مراتي يا حبيبتي، الحقوني يا خلو، جعفر عايز يقتل حماك ويغرقها.
ناس من كل مكان وشافوا اللي بيجرى من جعفر لحماته. شافوه بيغطسها في برميل المية وهي بتصرخ ومعاه سالم الزيات. نادوا على العسكر، سحبوهم العسكر لفضيلة القاضي عشان يحقق وياهم. وقصاد المحكمة وقفوا الثلاثة في القفص، الحما وجعفر النجار وسالم الزيات، وحاضر جوزها اللي أنقذها. وبعد ما نادى الحاجب ابتدى القاضي يسأل عشان يعرف. وعنها يا فضيلة القاضي، شفتهم بيغطسوها في المية، صرخت. اتجمعوا الجيران وشافوهم زي ما شفتهم، وسمعوهم وهم بيتخانقوا. جعفر يقول 10 جرادل، سالم يقول له 9 جرادل بس، لحد ما جم العسكر وجابوهم هنا قدام فضيلتك عشان تحكم. ايه الحكاية يا جعفر؟ والله يا فضيلة القاضي لا كنا هنموتها ولا هنغرقها. امال اللي شافوه الناس ده يطلع ايه؟ كنا بنلعبها وبنهزر وياها. تهزر وياها تغرقها في برميل مية؟ مش هي اللي دخلت البرميل بخطرها؟ حصل يا حنان؟ حصل يا فضيلة القاضي. قال لي تاخدي 5 دنانير وتملي البرميل، مليته. قال لي تدخلي في البرميل وتاخدي كمان 7. دخلت جوه البرميل. الله اكبر الله اكبر، يحيى العدل يحيى العدل. اخرس خالص. حاضر يا فضيلة القاضي. كملي يا حنان. عناية يا حضرة القاضي. نادى على صاحبه، غطسوني في المية وقعدوا يحسبوا المية اللي في البرميل. يحسبوها ازاي؟ ده يقول له 10 جرادل اسم الله على مقامك، وده يقول له 9 معرفش ليه، لحد ما دخل 7 البرمبة جوزي ربنا يحرسه. صوت يا اخويا تلموا الجيران. ايه الحكاية بالظبط يا جعفر؟ كنت بوزنها فضيلة القاضي، قصدي بكيلها. نعم يا اخويا. كنت عايز اشوفها تطلع كام. تطلع كام ده ايه؟ اتكلم يا سالم يا زيات. انا هقول لك الحقيقة يا فضيلة القاضي. قول ربنا يهدك. لما قابلت جعفر عرض عليا اشتري حماته، قلت له اشتريها. تشتري حماته ازاي؟ ما انا اصلي من يوم حماتي الله يرحمها ما ماتت وانا عايش بدون حما. وماله؟ ومن يوم ما ماتت فقدت الاهل والصاحب، فقدت الحنية والقلب الطيب، ومن يوميها وانا متعقد. وبعدين دورت على حما عشان تنفك عقدتي. عرض عليا جعفر اشتري حماته. وبعدين تعبت قلبي ربنا يتعبك منك له. قلت له اشتريها، قال لي اوزنها. قلت له ما اعرفش في الموازين، انا راجل ببيع زيت واعرف في الكيل بس. اتفقنا نكيلها. نعم يا اخويا. ملينا البرميل ميه وقلنا نغطسها، والميه اللي تفيض من البرميل نكيلها، وهو ده اللي يبقى وزنها الحقيقي. قلت له الميه اللي هتفيض من البرميل لما نغطسها هتضيع على الارض، يبقى ايه الحل؟ قلت له بعد ما تطلع حماتك نكمل البرميل، وكل 10 جرادل ب1 مكعب. وبعدين في الحسبة اللي مش فاهمها دي خلصوني. بعد ما كيلناها صوتت، جه بسلامته هو كمان صوت. اتلموا الجيران، قال لي البيعة ما تنفعش لأن البضاعة هربت. قلت له ماليش دعوة. دخلوا العسكر لقونا بنتخانق وهي وجوزها بيصوتوا، نزلوا فينا ضرب. عورته. عاوز حقي، عاوز ال20 دينار اللي خدهم مني عربون، وحاجة من 2، يا يسلمني البضاعة يا العربون. ما ادفعش ولا درهم. يبقى خدها بال20 دينار ومالكش حاجة عندي. تاخدها ازاي؟ مش اتفقنا تاخدها بالكيل؟ وانا كمان هحكم عليكم بالكيل. خدوهم كيلوهم. يكيلونا؟ حطوهم في برميل زفت وقطران، وبعد ما تكيلوهم اجلدوهم كل واحد على قد ما يطلع. اللي يطلع 10 جرادل يتجلد 10 جلدات، واللي يطلع 20 يتجلد 20. الجلد ما يهمنيش،
اللي يهمني هعيش ازاي من غير حما. خدها ببلاش، مش عايز منك ولا درهم. عندك بنات من غير جواز يا حنان؟ عندي يا اخويا، عندي اتنين عازبين موقف سوقهم بوز النحس جوز بنتي. جوزي سالم الزيات واحدة وعزلي واسكني معاه. رفعت الجلسة. يحيى العدل يعيش القاضي، يحيى العدل يعيش القاضي، يحيى العدل. واتقالت الأمثال. ورغم إن الحما واحدة إلا إن الكلام ماهوش واحد. يقول جوز بنتها الأولاني حماتي حمى، ويقول جوز بنتها التانية حماتي ملاك، ويا بخت من ترضى عنه حماته. لقاؤنا الأسبوع القادم. أحمد عبد الفضيل، خالد منيب.